زمان كان يجيبوا الحكام في البطولات الافريقيه لينا والانديه تانية، مش احنا بس، ونقعد مع الحكم، وانا كنت بقعد مع الحكم ككابتن. الحكم يقول لي عايز ضربه جزاء ولا تطرد لعيب، ومعايا الاداره ومعايا مدير الكوره ومعايا مدير اداري قاعدين معايا، اختار ايه؟ زمان كان يجيبوا الحكام في البطولات الافريقيه لينا والانديه تانية، مش احنا بس، ونقعد مع الحكم، وانا كنت بقعد مع الحكم ككابتن. الحكم يقول لي عايز ضربه جزاء ولا تطرد لعيب، ومعايا الاداره ومعايا مدير الكوره ومعايا مدير اداري قاعدين معايا، اختار ايه؟ لا استنى مش فاهم دي يعني حكم يقعد معاك، انا يقعد معاك بصفتك زمان ايه؟ الحكام الافارقه كانوا بيجوا يقعدوا معانا قبل المباراه، احنا عايزين ايه؟ انت بتتكلم جد يا كابتن؟ خلاص بقى. انت بتقول ايه يا كابتن؟ تقول حاجه صعبه جدا يا كابتن. والله صح، اتكلم بجد. الحكام الافارقه ده بيجوا النادي مش الزمالك؟ احنا ومش احنا بس، احنا وانديه تانية كانوا الحكم اول ما يجي أندية عايز يروح تانية بورسعيد، يعني زي اسمع مين بس يعني؟ اسال بتوع بورسعيد، عايزين يروحوا بورسعيد يعمل شوبينج، ماشي، وبعدين ينزل عايز حاجات تانية يشتريها من القاهره، ماشي، مش عارف عايز ايه، حاضر ماشي اهو، كويس. تمام. فيجي بقى تيجي الاجتماع اللي هو بتاع المباراه، الاجتماع الفني، فانا بقى بصفتي لكابتن النادي فكنت بقعد. فهو الحكم يقول لي مباراه مثلا في مصر فيها مثلا 50 60 70 80 الف متفرج بيتفرجوا، فانا بقعد اتكلم مع الحكم، يقول لي انتوا لو عايزين ضربه جزاء نديكوا ضربه جزاء، مش عارف ايه، بس ما يبقى يعدي ربع ساعه الاولانيه، ما بقاش من بدري كده يعني. فهم يقولوا لي بضربه جزاء، انا كنت اقول له لا. انا منبهر والله مش احنا، مش الزمالك بس، انا مندهش. مش الزمالك بس. انت كابتن بتتكلم كلام في منتهى الخطوره. خطوره ايه؟ مش دي حقيقه؟ كان يتحدث عن الحكام الافارقه وعن فساد الحكام الافارقه. الدنيا مقلوبه في مصر وفي العالم العربي. في مصر طبعا حضراتكم فاهمين، وفي العالم العربي في كل بقى الدول زي الجزائر وزي المغرب وزي تونس والى اخره عن هذه التصريحات، وانه كان بيبقى فيه اتفاق بين الفرق المصريه وبين الحكام الافارقه لتظبيط المباريات والى اخره. هذه التصريحات طبعا اثارت انزعاجا كبيرا داخل مصر وخارج مصر. معانا الكابتن الكبير كابتن فاروق جعفر، اهلا بحضرتك يا فندم. استاذ عمرو ازيك؟ ايه الحكايه؟ الدنيا مقلوبه عليك من امبارح. مش عارف، انا بتكلم يعني حاجات انا عشتها بس الناس فهمت غلط. يعني انا كلامي بتكلم على الحكام ودورها في تعطيل الفرق المصريه او فوز الفرق المصريه. ده كان كلامي. يعني اتكلمت بالمناسبه ان محمود علاء، كنت بتكلم على طرد محمود علاء، فبتكلم الفرقه ما تلعب ما بتبقى 11 لعيب ويطرد لعيب بتاثر على الاداء. فبقول وده كان زمان واحنا بنلعب، بتكلم بقى في السبعينات او اخر السبعينات او اول الثمانينات، كان حكام بقى ما كنا كان زمان غير النظام دلوقتي. يعني النظام يمكن انا مع الاخ شوبير او الاخ خالد الغندور كان بيكلموا ان احنا كان زمان ما فيش قاعده او ما فيش مؤتمر للعيب والكابتن والحكام والمراقب. كان زمان في كده، كان في مؤتمر، عشان احنا بقى كان زمان اللبس مشاكل، وانت عايز تخلي بقى في تنسيق في الفرقتين في ناحيه الملابس وكده. فكان بيبقى المدرب او الاداري واللعيب ونفس الفرقه الثانيه، المدرب الاداري بتاعها والكابتن بتاعها. كنت انا بتكلم في السياق ده، وكنا قاعدين ماشيين بنتكلم عادي خالص، على اساس محمود علاء لما خرج اثر على اداء نادي الزمالك. فانا بقول له كان زمان احنا عشنا في فتره كان في حكام او مديري فنيين يقولوا للحكم مثلا، انت عارف الحكام ما كانش بقى فيه الامكانيات بتاعت دلوقتي ولا الكفاءات بتاعت دلوقتي ولا القدرات بتاعت دلوقتي. فكانوا بيتكلموا مثلا الحكم يقول لك هطرد لعيب، لا ضربه جزاء. فانا في مره جه حكم بيقول احنا نعمل كذا، كان مباراه للزمالك يعني. فانا قلت له لا، انا قلت لا، وكان ليا وجهه نظر، لا احنا ممكن نكسب، ممكن نتعادل، احنا بنلعب بره مصر يعني.
قعدنا القعده وانا قلت لا وكده، وما ينفعش، واحنا هنتعادل هنكسب، وكان عندي يعني طموح جامد. فبتكلم انا مع الاستاذ احمد جمال على الموضوع ده. انا ما كنتش اعرف ان الموضوع هيتاخد في طريق تاني.